ابو حنان كده شال الليله. انت شفت ابراهام لينكولن وهي بتلم غسالها وماشيه؟ صعبت عليا يا كابتن. امريكا اقسم بالله بتهزق نفسها وتهزيق ما شفتوش في حياتي، لدرجه ان الحرس الثوري الايراني بقى بيتعامل مع حاملات الطائرات الامريكيه معامله كلب البحر، بس على وشه بقى يضرب واجري. لو ابو حنان بقى طالع يفرد صدره ومقشر لنا بقى قشر البرتقال اللي على عضلاته ويقول استسلام، والايرانيين ردوا عليه رد ما يتسكتش عليه. تعالى بقى علشان احكي لك المأساة الكوميدية دي، وقبل ما احكي لك يلا متابعة للصفحة واشترك في القناة. يا اهلا بيك يا صديقي في حلقه جديده من عالم الفرفشه العسكريه. الحكايه بدات لما الحاج ترامب ابو حنان لبس بدله عنتر بن شداد وطلع في مؤتمر صحفي ونفخ صدره كالعاده وخلى صدر الناحيه دي برتقان بسره والناحيه دي برتقان بدمه، وقال ساعتها خلاص يا جماعه مضيق هرمز خلاص بقى بتاعي، والبحريه الايرانيه دي خلاص شطبناها. كان فيه خلص وبعتنا نجيب، كنت بحب غزال غلس هوبا اكلوا الديب، ومش هقبل غير باستسلام وغير مشروط. لا وكمان انا اللي هختار لايران العريس الجديد بنفسي، انا اللي هقول مين يبقى رئيس ايران. تخيل الراجل عايز يعين حاكم لايران وكانها فرع جديد في ماكدونالدز وهيفتحوه في طهران. انت شكلك يا ابو حنان عايز تتطهران، شكلك يا ابو حنان عايز تتضرب في الخلاط علقه. طبعا الرد ما تاخرش بقى، ووزير الخارجيه الايراني عباس طلع وبص في الكاميرا كده زي ما انا ببص لكم وقال لهم كلمتين وبس. عباس المهندس، وكلمتين ايه بقى؟ قصف جبهه عابر قارات. قال لابو حنان يا عم روح، انت اصلا مش عارف تعين عمده لنيويورك. يا حضره العمده بنتك حنان ماشيه على حل شعره. ايه دي تروح تقولها هناك عندكم في البيت الابيض، لكن جاي تقرر مين يحكمنا احنا يا ايران؟ كان ناقص يقول له خليك في حالك يا بيضه، خليك في حالك يا روح امك. بعدها ب5 دقايق بالظبط البحريه الايرانيه قالت لابو حنان خد دي بقى عشان السيطره. بس ابو حنان بيفتح بقه المسيرات الايرانيه نازله على سفينه تانية في المضيق. يلا يا جماعه حد راح المضيق؟ اخر نداء لسفينه المضيق. الايرانيين ولعوا فيها هي كمان وبقت خلاص حفله شوي على البحر، بقى سمك بيلعب ده قبل ما يتشوي. نيجي بقى للتقيله، طبعا دي غير اللي في بنطلون ابو حنان. حامله الطائرات الامريكيه ابراهام لينكولن دي المفروض انها فخر الصناعه الامريكيه، مدينه متكامله ماشيه في الميه يا راجل، محميه ب100 رادار. القياده المركزيه الامريكيه اللي اسمها تحت دي طالعه تحلف 100 يمين انها زي الفل ومحدش لمسها، ابراهام شريفه ولسه بنت بنود. يقوم الحرس الثوري الايراني اللي هو العريس الذكر يدخل عليها تاني من غير كتب كتاب ضربها للمره الثالثه. بنتك ضاعت يا حاجه اميره. لا والمره دي بقى مش اي ضرب، دول استعملوا صواريخ ساحل بحر ومعاها شويه مسيرات كده تحليه يعني كده زي الخشاف واليانيس والحاجات دي. لا والايرانيين بيقول لك اصابه مباشره، وامريكا تقول لك لا ده كان شويه هوا شويه خرابيش، بنتنا سليمه. بس الغريب بقى ان فجاه ابراهام لينكولن لمت عزالها وربطت الارض على دماغها وخلعت من مكانها. قالت لك انا خلاص مروحه، وقول لابو حنان يبعت لي ورقتي. ما انتش دفعه. والانقح من كده انهم بعتوا USS جيرالد فورد عايزينها تعدي من البحر بسرعه علشان تلحق تغطي الفضيحه وتاخد مكان لينكولن اللي هربت وسابت لنا العار. وطبعا خايفين احسن الحامله تغرق وتتحول لشعب مرجانيه في قاع البحر الاحمر، وطبعا دي لو غرقت يا صاحبي امريكا هتقعد تعيط وتتشحت في 100 سنه قدام. ادي يا سيدي ابو حنان بعبع العالم، اسطوره القوه اللي ما بتتقهرش، طلعت بتتهزق من اي عيل صغير معدي في الشارع، من ناس صامدين حاطين نقرهم من نقر اكبر قوتين استعماريين في التاريخ وبيدوهم عادي على قفاهم عادي جدا. بس عشان نكون منصفين برضو وعشان الصوره تكتمل عندك يا حنتي لازم تعرف ان التهزيق اللي بيحصل لامريكا في البحر الاحمر بيدفع ثمنه غالي جدا في البر. طهران بقالها ايام تحت قصف وحشي، قصف ما شفناهوش قبل كده من الطيران الامريكي ولا الاسرائيلي، ضرب عشوائي عسكري ومدني، وفاتوره الضحايا عدت ال1000 شهيد. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان ما تفتكرش ان هناك الدنيا بامبي 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 بامبي، هم بيضربوا في البحر وبياخدوا ضرب في الارض. الاعلام الغربي والجزيره شغالين ما شاء الله ليل نهار على قصف طهران، بس مش بيقولوا لك ان البعبع الامريكي برتقال افندي
اتهان في المضيق. وانا دلوقتي بقول لك اللي هم مش عايزينك تعرفه، وهجيب لك مصادر عندك في اول كومنت. بص بصه وقول لي رايك، وتعمل لايك وتعمل كومنت وتجاوب. هل ابو حنان فعلا هيقدر يغير القائد الايراني، ولا اخره يغير طقم البوكسرات بتاعته؟ يلا لو عجبك الفيديو اخبط الكومنت واللايك المتين علشان الكل يعرف الحقيقه المستخبيه. وقبل ما اقفل عايز اقول لكم خبر هيفرحكم، اللبنانيين فشخين الكيان. وده فيديو كده كام ثانيه لاسرى اسرائيليين. يساعد علي، يساعد علي، أسروهم لك وينين. قولوا لبيبي الندن جنوده في لبنان أسروها له وشيروها له.